فيلمنا النهارده بتدور أحداثه في إنجلترا سنة 1585 ميلادية، وبنشوف في أول مشهد كوخ موجود في غابة والجو كان ليل وبرد جدا. بنشوف جوه الكوخ بنتين بيصرخوا بصوت مرعب، وكان معاهم ساحر بيمارس طقوس سحرية غريبة وبيقول طلاسم وتعاويذ. وفي نفس الوقت كان في واحد واقف على باب الكوخ من بره، وبدأ دخان يظهر بشكل مرعب في الكوخ. وفجأة بيدخل عليهم قائد الشرطة اللي بيشوف اللي بيحصل ويقرر يضرب الساحر بالسيف، وبيهجم عليه الراجل اللي واقف بره. بتدور بينهم معركة، بيقول له قائد الشرطة أنا هشنق زوجتك الساحرة بعد ما انتهي منك. ورد عليه الراجل اللي كان بيشتغل حداد بيقول له أنا بنقذ زوجتي وأنت ما تعرفش حاجة. لكن الحداد قدر يضرب قائد الشرطة ويوقعه على الأرض. وبعد كده بيروح للساحر في الكوخ اللي كان بيكتب تعاويذ على إيده وعلى ورق معين، واداها للحداد، وكان مرسوم فيها أشكال وتعويذ مرعبة. وبيلم الحداد الأوراق من على الأرض، وبنشوفه بياخد هو وزوجته تويلا إكسير معين في إزازة صغيرة ويحضنها جامد لحد ما اختفى كل شيء كان موجود في الكوخ، الساحر والبنت التانية، وبياخدها وبيمشوا. بيفتكر كلام الساحر انه مش هيفيدنا بحاجه اننا نحرق كتب السحر لان في قوه مظلمه موجوده في المكان، وان الكتاب ده هو كل اللي نملكه علشان نحارب بيه القوه المظلمه ديت. وبرغم كده الحداد يحرق الكتاب في النار. وعلشان نعرف الموضوع من اوله لازم الاول تشترك في القناه لو اول مره تشوفنا، وتضغط على لايك دلوقتي حالا. ويلا بينا نرجع لورا 4 ايام. بنشوف الساحر بيهرب من الضباط وبيكتب رساله هي الرساله الاخيره اللي هيتركها لويليام. بيقول له ان الوقت ضدي دلوقتي لكنه لسه مش بتاعك، وان اذا كل حاجه فشلت هترجع لبدايتها من جديد، واذا نجح انت اللي هتكمل المهمه، وان الطريق واضح وموجود في الكتاب، وان الليله ديت هتبدا سلسله احداث مرعبه. بعد 4 ايام هتيجي الفرصه علشان ننقذها، لكن لو توجي لحضره المحاكمه او اتدخل مدير الشرطه هتعرف ان في حاجه حصلت غلط في الموضوع. وخلص رسالته على كده، لكنه بيتفاجئ وهو ماشي ببنت شكلها غريب وماشيه بطريقه مش مظبوطه. بنشوف انها ماسكه في ايديها راسين بني ادم، بنعرف انها قتلت ابوها وامها وقطعت راسهم وماشيه بيهم في الشارع بشكل مرعب، وبتصرخ في الساحر اللي كان خايف منها. وبتظهر ست تانية بتشوف الساحر وهو بيجري، وبتشوف البنت اللي قتلت ابوها وامها وبتطلع تجري، والبنت كان الدم مغرق راسها وجسمها. وتاني يوم بنشوف الحداد ويليام بيشتغل وكان عنده زبون، وبيتكلموا هما الاتنين على ليله امبارح، والبنت اللي قطعت راس ابوها وامها. وبتطلع تويلا وبتقول له انا كمان سمعت صريخ حد بالليل. وخلص الحوار على كده. نروح بقى نشوف كراوفورد قائد الشرطه واقف مع القاضي، وبيتكلموا عن البنت اللي قتلت ابوها وامها. بيقول له القاضي ان القريه ديت فيها شر كبير، وهو ناوي يطهر القريه من الشر ده، ويديله كراوفورد دفتر الايرادات. قال له القاضي يدي لبنتي روز هي اللي هتراجعه. وجت روز وخدت الدفتر ومشيت. وبعد كده بيروح قائد الشرطه للست اللي شافت الموقف وقالت له انها ما تعرفش حاجه، لكن كان فيه واحد شكله غريب اول ما شافها جري، وانا ملحقتش اشوف وشه. وفي نفس الوقت بنشوف تويلا راحت السوق بتتسوق. فجاه بيجي لها الساحر ويمسك ايديها وبيقول لها انا خايف اكون عرضت حياتك للخطر. فجت تسيبه وتمشي، بس هو مسك ايديها جامد وبيقول لها ان محاكمه يوحنا البنت اللي قتلت ابوها وامها بكره، وبيسالها انت بتؤمني بالشيطان، وان يوحنا هتشاور عليها في الجلسه وهتقول انك ساحره ويقبضوا عليك انت وجوزك وهتتشنقي، ولازم نعمل حاجه علشان احميكي. بس تويلا ما كانتش مقتنعه بكلامه، لكن هو اقسم لها انه بيقول الحقيقه، لكنها سابته وهربت منه. وهو قال لها مهما حصل لازم ما تروحيش المحاكمه. لكن في واحد تاني قابل قائد الشرطه وبيقول له انه شاف راجل عجوز بيتكلم مع زوجة الحداد وبيتهمها بالسحر. وبعد شويه بنشوف القاضي راح عند ويليام وزوجته تويلا، بيطلب من ويليام انه يحضر المحاكمه بتاعه يوحنا وانضم لفريق المحلفين، وطلب من تويلا انها تحضر المحاكمه هي كمان. فوافق ويليام وتويلا على حضور المحاكمه. وبعدها حكت تويلا لويليام على الراجل العجوز اللي قابلها في السوق، لكنه هداها وقال لها ده راجل عجوز محدش يصدق كلامه. لكن الظاهر كده ان خبر ان تويلا ساحره انتشر في القريه، وبقت كل الناس تبص عليهم وهم كانوا رايحين يتعشوا بالليل في مطعم. في نفس الوقت ده كان العجوز الساحر في بيت ويليام، وبنشوف رسومات لمفاتيح في الكتاب اللي معاه وبيصنعها ويرميها في الارض ويجري. وبنرجع نشوف يوحنا وهي في السجن لوحدها بتغني اغنيه غريبه كانها طلاسم، وبتروح لها تويلا وتدخل عليها السجن وتقعد قدامها. وكانت يوحنا بتعمل عرايس صغيره، وفجاه بيظهر كائن مرعب على شكل دخان من وراهم ويطلق عليهم السحر بتاعه. وبتصحى تويلا من النوم وبنعرف ان اللي حصل كان مجرد حلم. لكن بعد ما نزلت من على السرير وهي ماشيه في البيت بيظهر الكائن الشيطاني ده من وراها تاني، لكنه اختفى بسرعه، لكنها فضلت قلقانه ومتوتره جدا. وتاني يوم بتبتدي محاكمه يوحنا، وكان ويليام موجود في هيئه المحلفين. والقاضي بيقول لها انت متهمه بقتل والدك ووالدتك، وبيسالها عندك اي حاجه تدافع بيها عن نفسك، لكنها ما ردتش عليه، وكل اللي قالته قالت انا مش عايزه اموت. وفي نفس الوقت راح قائد الشرطه لتويلا زوجة الحداد علشان يخليها تحضر المحاكمه، بس هي ما كانتش عايزه تروح،
بيشوف معاها مفتاح وبيسألها إيه المفتاح ده؟ قالت إن جوزي حدده، طبيعي إن يكون في مفاتيح كتير، فقال لها إن ده مفتاح زنزانة عنده، وبيسألها جبتيه منين؟ قالت معرفش، وخدها معاه للمحاكمة بتهمة السرقة. بنرجع بقى للمحاكمة تاني وبنشوف إن القاضي حكم على يوحنا بالإعدام، وبيسألها القاضي عندك حاجة تانية عايزة تقوليها؟ ووصل قائد الشرطة وتولي لقاعد المحكمة في نفس اللحظة. بدأت يوحنا تعمل حركات غريبة وبتغني، فبيقول لها القاضي أنت مش مدركة للي أنت فيه. قالت له أمي بتقول إن ده وقت اللعب. فقال لها القاضي أمك ماتت. فقالت له مش هي دي أمي الحقيقية. وسألها القاضي عن أمها، فلفت يوحنا وشاورت على توجلا وقالت إن هي دي أمي الحقيقية. فحصلت ضجة كبيرة في القاعة من المفاجأة. فأمر القاضي باستجواب تويلا وقالت أنا معرفش أي حاجة عن الكلام ده، أنا ما شفتش البنت دي غير في السوق وبس. وبيدافع عنها ويليام بانهم لسه صغيرين على انهم يخلفوا بنت كبيره كده، وان البنت غلطانه وبتقول اي كلام. فصرخ ويليام للقاضي واتهمه بالظلم وانهم ما عملوش حاجه، وان احكامه كلها بالاعدام كانت ظلم. فامر القاضي بحبسهم كلهم، وفعلا الشرطه قبضت عليهم. وكل ده وكانت يوحنا في حاله غريبه وكانت بتضحك جامد. وفجاه تويلا وهي في السجن بتشوف الكيان الشيطاني بشكل مرعب، وكانت في نفس الوقت ده يوحنا كانت فرحانه بيه. وفجاه نزفت تويلا دم، وفجاه جالها شخص غريب وقال لها انت لازم تخرجي من السجن حالا، ورمى لها مفتاحين. فقدر ويليام انه ياخد المفتاحين دولت وفتح السجن بتاعه وفتح سجن تويلا، وهربوا هما الاتنين مع بعض. والشخص ده كان هو الساحر العجوز اللي حاول يلهي حرس السجن. وبعد كده ويليام وتويلا بيخرجوا من بوابه السجن وقابلوا الساحر وبيقول لهم لازم نمشي بسرعه قبل ما الحرس يشوفونا. فسالته تويلا وبتقول له انت قلت ان كل الكلام ده هيحصل معايا، انا ايه اللي بيحصل لي بالظبط؟ فقال لها انا اعرفكم كويس جدا انتوا الاتنين، وانا هرد على كل اسئلتكم بس في الوقت المناسب. وفجاه بيشوفهم جندي من الجنود وبيجري وراهم، وهم هربوا ودخلوا الغابة، لكن الجندي معرفش يوصل لهم ورجع القرية تاني. وراح الجندي علشان يقول لقائد الشرطة بهروب تويلا وجوزها، وكان معاهم القاضي وأمر إنهم يروحوا كلهم ولازم يقبضوا عليهم. لكن تويلا وهي بتجري بتقف وتشوف الكيان الشيطاني في نفس الوقت اللي كانت يوحنا في السجن بتغني. وأمر القاضي بتحديد تاني يوم علشان يكون يوم تنفيذ حكم الإعدام على يوحنا، وإنه عايز يخلص من الموضوع ده بسرعة. وبدأ العجوز الساحر يحكي لهم ويقول لهم إن الكتاب دوت هنعرف منه معلومات كتير مخفية عن العوالم اللي عايشينها، عالمنا وعالم الشيطان والسحر. وبدأ يطلع نار من ايديه. فقال ويليام لو مش الشيطان مين اللي خلى البنت دي تقتل؟ فقال لهم من العجوز ان في قوة شيطانية، وان الاكسير دوت اللي بيشربه بتتفتح ليه ابواب العالم تانية بيكون فيها الوقت والزمن متغيرين، وانه من 36 سنه كان قاعد مكانهم في نفس المكان. انا هقول لكم دلوقتي ازاي انتم دخلتم في الموضوع ده، لكن قبل ما نكمل ونعرف باقي اللي حصل لازم تشتركوا الاول في القناه وتعملوا لايك للفيديو. في البدايه اتكلم وعرفهم على نفسه وقال لهم انه هو ويليام في الزمن المستقبل. ويليام ما كانش مصدق، وكمل ويليام العجوز كلامه وقال ان كل اللي حصل دوت حصل قبل كده، وانهم سابوا البلد ديت وراحوا بلد تانية مع بنتهم انابيل، وكانوا عايشين في سعاده وحب، وانه احتفظ بالكتاب في مكان امن مخفي لسنوات زي ما اتعلم علشان يحمي عيلته. لكن ان ما كانش عامل حسابه ان بنته انابيل عرفت توصل لمكان الكتاب. وبعد سنين كتير احنا كبرنا وانابيل كبرت وتقول بقت طريده. ولما جه وقت موتها انابيل ما كانتش عارفه تعمل ايه، فجابت الكتاب وفي لحظه جنون حطت ايديها على صوره المفتاح اللي كان بيرجع الزمن لورا، وصوره المفتاح اتطبقت على كفها. وحاولت انها تستعيد روح امها لكنها جلبت شيء مظلم وفتحت بوابه شر كبيره. وظهر شيطان ربط نفسه بروح انابيل وحطم جسمها الطبيعي وما سابش اي اثر لانابيل. والشيطان ده دلوقتي بيحاول يعيد التواصل مع انابيل مره تانية. فبتقول تويلا ان انابيل ماتت. قال لها ان جزء من انابيل مات، لكن في جزء تاني موجود دلوقتي مره تانية، وبيستعمل البنات زي يوحنا علشان يخرجكم تاني، وعايز الطفل اللي موجود في بطنك وهو ماشي على حسب اراده انابيل اللي كانت مسيطره عليه علشان ترجع جسمها الطبيعي تاني. وهنا تويلا بتعرف انها حامل، وانه لو ما قدرش يقضي على الشيطان ده فكلهم هيضيعوا، وعلشان نقضي عليه لازم نستخدم نفس الحروف اللي استخدمتها انابيل علشان ننقذ تويلا ونرجع الشيطان للماضي. فقال ويليام انهم لازم يروحوا ليوحنا، وقال العجوز ان ممكن يكون فيه مليون واحد اسمه ويليام في العوالم التانية لو كلهم اخدوا من الاكسير ده، وان يوحنا لازم تموت. وتاني يوم الصبح شاف الجندي اثر ليهم وتقريبا كده عارف مكانهم، وقرر يبلغ القائد بمكانهم. وبعد كده بنشوف الساحر راح ليوحنا في السجن بيحاول يخرجها عن طريق الكتاب، لكن قائد الشرطه شافه فهرب ويليام العجوز على طول. وبعد كده بنشوف الجندي وهو بيقبض على تويلا، لكن يتدخل ويليام بسرعه ويجبره انه يسيبها. وفي السوق ظهرت بنت القاضي روز وكلمها ويليام العجوز واداها العرايس اللي كانت بتستخدمها انابيل، فخدتها روز وشكرته. لكن وهو ماشي بتطلع عليه الجنود وقبضوا عليه. وبنرجع لتويلا اللي الجندي عارف يهرب منهم، لكنها كانت في حاله خطيره وبتسمع اصوات غريبه ومرعبه من كل مكان. وبعد كده بالليل بنشوف روز في اوضتها بتلعب بالعرايس، وراح قائد الشرطه علشان يطلع يوحنا من السجن علشان تنفيذ الحكم. وبنرجع نشوف ويليام قتل الجندي بالسيف وخلع ملابسه ولبسها هو،
وبعد كده بنشوف الناس وهي بتتجمع علشان يشاهدوا تنفيذ حكم الإعدام، ويخطب القاضي في الناس، وظهرت يوحنا وطلعت على منصة الإعدام. وبنشوف بسرعة إن الشيطان راح لروز، كمان شوية هنعرف إيه اللي عمله معاها بالظبط. ولسه القاضي بيخطب جابوا ويليام العجوز وطلع على المنصة، وتم تنفيذ حكم الإعدام على يوحنا وماتت مشنوقة. لكن بسرعة بيحضر ويليام ويحدف الإكسير عليهم، ويهرب ويليام العجوز بعيد عنهم. وبنروح نشوف الكائن الشيطاني بيدخل جسد روز وهي نايمة، وبنشوف ويليام العجوز بيقول لويليام انهم لازم يجيبوا روز بسرعه وتروحوا الكوخ اللي في الغابه. وبعد كده بنشوف القاضي قاعد في اوضته بيقرا كتاب، وبتظهر روز من وراه، وبنشوف روز غرقانه في الدم وقطع راس ابوها القاضي بتصرخ بشكل هستيري. كان ويليام واقف قدامها ومشيت بشكل غريب. وبعدها بنشوف ويليام العجوز زق قائد الشرطه ودخله السجن وقفل عليه، بيقول له انت بتتدخل في حاجات ما تفهمش فيها. وبنلاقي ويليام عرف يتحكم في روز ويدخل بيها الغابه، لكن قائد الشرطه كان معاه نسخه من مفتاح السجن وعرف يطلع بره. وبعد كده بنشوف ويليام عرف يوجه روز انها تدخل الكوخ اللي في الغابه، وهي كانت مسحوره وحالتها غريبه. بعد كده بقى ناقص انهم يجيبوا تويلا، وفعلا لقوا تويلا رايحه لوحدها على الكوخ، وهي كمان في حاله غريبه. وبتدخل تويلا الكوخ وبتقعد قصاد روز وبيحضر الشيطان، وبسرعه يدخل عليهم ويليام، والبنتين يصرخوا بشكل هستيري. ويبدأ ويليام العجوز في ممارسة الطقوس السحرية وإلقاء التعويذ، والبنات في حالة صعبة جدا. وفجأة بيدخل عليهم قائد الشرطة وبيضرب العجوز بالسيف، وبسرعة يدخل ويليام ويحدفه بعيد، والبنات كانوا شكلهم مرعب جدا. وبره بنشوف مواجهة بين ويليام والقائد، ونشوف نفس المشهد اللي شفناه في أول الفيلم. وتاني قائد بيوعد إنه هيقتل زوجته الساحرة ويضربه ويليام ووقع على الأرض. وبدأت تويلا تفوق من اللي كانت فيه، بيدخل عليهم ويليام ولقى العجوز مات، وبسرعة لم كل أوراق الكتاب اللي على الأرض هو وتويلا، وبسرعة اتقسموا هما الاتنين ازازة الاكسير. وفجأة كل حاجة رجعت زي الأول، وما كانش في أي حد في الكوخ، وخرجوا منه بسلام. بيقرر ويليام إنه يحرق الكتاب علشان يخالف كل تعليم العجوز بأن الكتاب هو الوسيلة الوحيدة لمحاربة الشيطان. وفعلا يولع فيه النار وبيحرق الكتاب، وقرروا يبعدوا عن كل حاجة ويعيشوا حياتهم كويس علشان خاطر أنابيل اللي هي لسه حامل فيها. وبعد 36 سنة بنشوف المشاهد بتتكرر تاني، ويليام العجوز بيكتب الرسالة اللي شفناها في أول الفيلم، وبداية سلسلة أحداث دموية هتحصل على مدار الأربع أيام القادمة. وبكده بيكون الفيلم خلص. ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان نقدر نكمل ونقدم كل اللي بتحبوه. وفي الختام أحلى سلام من حوت الأفلام.